السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأتكلم عن الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر. فمن هو يا ترى حنظلة ابن أبي عامر؟ هو حنظلة بن أبي عامر بن الصيفي بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي. هو أحد شهداء غزوة أحد، لقب رضي الله عنه بغسيل الملائكة. أسلم رضي الله عنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والده هو أبو عامر الراهب، أسلم ثم ارتد، فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق. كان من الأوس وقاتل في صف المشركين يوم أحد، وحاول تفريق المسلمين وهو ينادي على قومه قائلا: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا له: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان يقاتل المسلمين قتلا شديدا ويرمي بالحجارة عليهم، فشتان بين حنظلة رضي الله عنه وأبيه. فقد كان الأوس يفتخرون بحنظلة رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال: افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة الراهب. استشهاد حنظلة بن أبي عامر. عند انتهاء غزوة أحد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء والجرحى، فرأى كثيرا من أصحابه قد استشهدوا في سبيل الله. فروى عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وكان من بينهم حنظلة بن أبي عامر، وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وسيد الشهداء، وسعد بن الربيع، ومصعب بن عمير، وأنس بن النضر رضي الله عنهم أجمعين. قصة تغسيل الملائكة له. كان حنظلة رضي الله عنه شابا تقيا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكان قد تزوج في ليلة غزوة أحد بجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق رضي الله عنها. وفي صبيحة غزوة أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بتجهيز الصفوف والخروج لملاقاة قريش، فخرج من بيته مسرعا وانضم إلى صفوف المقاتلين، وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. وفي حديث حسنه الألباني ورواه الحاكم والبيهقي أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث، حيث علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته أي زوجته، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة، أي الصوت المفزع، وهو ينادي للجهاد، فخرج رضي الله عنه وهو جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لذلك غسلته الملائكة. قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فوجد الماء يقطر منه لأن الملائكة غسلته، لذلك أصبح يسمى بغسيل الملائكة. يقول الواقعي عن سبب غسيل الملائكة له: وكان حنظلة بن أبي عامر تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأدخلت عليه في الليلة التي في صبحها قتال أحد، وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها، فأذن له. فلما صلى بالصبح غدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمته جميلة، فعاد فكان معها فأجنب منها، ثم أراد الخروج وقد أرسلت قبل ذلك إلى 4 من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها، فقيل لها بعد ذلك: لما أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فرجت فدخل فيها حنظلة. ثم أطبقت فقلت: هذه الشهادة، فأشهدت عليه فأشهدت عليه أنه قد دخل بها. قيل بأنه رضي الله عنه حينما استشهد كان يبلغ من العمر 24 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. لقد ترك ذكرى مشرقة في التاريخ الإسلامي رغم أنه مات وهو لا يزال شابا. أما نحن فما هو العمل الذي سنتركه وراءنا ويترحم به الناس علينا ويذكروننا سنوات بعد موتنا؟ أتمنى من الله أن تكون هذه القناة في ميزان حسناتي، لأنني أشهد الله بأني أعمل فيها جهدا رغم أن المتابعين قلة، ورغم أنهم لا يشاهدون كل فيديو أتعب عليه إلا دقيقة أو دقيقتين. أتمنى أن تكون هذه القناة في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل من يشجع هذه القنوات الهادفة وسط سيل من التفاهة في اليوتيوب وفي غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. والله إننا من غيرتنا على الدين والأخلاق نستمر رغم العناء في نشر فيديوهات هادفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.